مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معنا وهذه الحلقه الجديده من برنامج احداث الساعه. اليوم الثلاثاء 27 اغسطس 2024 ميلاديه و22 صفر 1446 هجريه و21 مسره 1740 قبطيه. طبعا كالعاده هنتابع اهم الاخبار واهم الاحداث الجاريه واهم اقوال الصحف، وهيكون معنا النهارده في فقراتنا الكاتب الصحفي الاستاذ ايمن عز الدين. اهلا بحضرتك استاذ ايمن. اهلا بحضرتك دكتوره ايمان، واهلا بكل مشاهدي القناه المحببه الى قلبي، القناه الفضائيه المصريه اسكندريه. ربنا يخليك وشرفتنا، وان شاء الله نتابع مع بعض اهم الاخبار ولكن بعد هذا الفصل. يا ام الدنيا من قدك يحبك كل من شافك، امان الدنيا هنا عندك يا شايله الكون على كتافك، عشان نبنيها ونعمر، عشان نزرعها ونخطط، نشق الصخر لو نقدر نعليها سوا ونكبر، عشان لقمتنا من فاسنا بقت كلمتنا من راسنا، عشان معدننا واساسنا هنتحمل سوا ونصبر، عشان نبنيها ونعمر، عشان نزرعها ونخطر، نشق الصخر لو نقدر نعليها سوا ونكبر، عشان لقمتنا من فاسنا بقت كلمتنا من راسنا، عشان معدننا واساسنا هنتحمل سوا ونصبر. انا في حبك هغنيلك عشان نيلك ومواويلك، عشانك انتي ومن غيرك فداكي عمرنا وقتك، وهعلى بك يا مصر الفوق ولا هشمت فيكي مخلوق، خلاص بكره هيجي ونروح وبكره مش هيتاخر، عشان نبنيها ونعمر، عشان نزرعها ونخطر، نشق الصخر لو نقدر نعليها سوا ونكبر، عشان لقمتنا من مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم من جديد. واول خبر معانا النهارده، مصر ترفض اي وجود اسرائيلي في معبر رفح ومحور فيلادلفيا، ومصدر رفيع المستوى القاهره تدير الوساطه بما يحفظ امنها القومي وحقوق الفلسطينيين. أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي وجود إسرائيلي في معبر رفح أو في محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين. وأضاف المصدر أن مصر تدير الوساطة بين طرفي الصراع في غزة بما يتوافق مع أمنها القومي ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق. وأشار إلى أن الوفد الأمني المصري يبذل قصارى جهده لتحقيق قدر من التوافق بين الطرفين ولنص جهوده مع الشركاء في قطر وفي الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك في الوقت الذي أدانت فيه مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة أمس التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن التخطيط لإقامة كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى. وحملت مصر إسرائيل المسؤولية القانونية عن الالتزام بالوضع القائم في المسجد الأقصى وعدم المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبة بامتثالها لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال ووقف التصريحات الاستفزازية التي تهدف إلى مزيد من التصعيد ومزيد من التوتر بالمنطقة. وأكدت مصر أن تلك التصريحات غير المسؤولة في حق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالأراضي الفلسطينية تزيد الوضع في الأراضي الفلسطينية تعقيدا واحتقانا، وتعيق الجهود المبذولة للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتشكل خطرا كبيرا على مستقبل التسوية النهائية للقضية الفلسطينية القائم على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 في بأن تكون عاصمتها هي القدس الشرقية. طبعا مصر
كلامها واضح وهو ما بيتغيرش، وبترفض اي وجود اسرائيلي على محور فيلادلفيا في معبر رفح، وكان ده الرد على طول لما حاولوا يبقى في تواجد هناك. وكمان بتحاول تكون وسيط في انها تحافظ على حقوق الفلسطينيين وفي حفاظ على انها قومي. وزي ما شفنا كده في خطوره شديده جدا مصر بتحذر منها، ان هم عايزين في المسجد الاقصى يعني يقيموا ما يلتزموش بقى بالمقدسات الاسلاميه والمسيحيه زي ما شفنا في التصريح اللي احنا قريناه كده، ويقيموا كنيس يهودي داخل المسجد الاقصى. ده هيزود التوتر وهيزود الاحتقان وهيزود الاقتتال. طب انتوا عايزين ايه؟ عايزين تولعوها يعني؟ هو يعني مصر بتقول كده. ايه رايك يا استاذ علي؟ والله هو تاكيدا على كلام حضرتك يا دكتوره ايمان، في ثوابت الدوله المصريه وممثله، يعني انا بشيد من خلال هذا المنبر الاعلامي الوطني المحترم بفريق المفاوضين والفريق الامني المفاوض بجانب قطر وامريكا لوقف القتال في غزه والعوده مره اخرى بقوات الاحتلال الى ما قبل 7 اكتوبر. الفريق المفاوض المصري حقيقه يعني تحمل ما لا تتحمله الجبال من خلال هذا التفاوض وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. ولكن فريق العمل الأمني التفاوضي المصري يعي تماما التحركات الصهيونية ويعي تماما التحركات لبعض الجماعات داخل غزة على الجانبين. محور فيلادلفيا زي ما أكد القائد عبد الفتاح السيسي القوي الأمين هو خط أحمر، خط أحمر، خط أحمر. وده بيأكد على ان هناك على السوشيال ميديا للاسف الشديد، وحضرتك تعي تماما ما هي السوشيال ميديا، وان احنا تركنا محور صلاح الدين وتركنا معبر رفح وده ما حصلش. وده اللي بيأكده ان هناك نفي تام من القيادة المصرية بان مفيش تجاوز من قبل الاحتلال والمكوث في محور فيلادلفيا او صلاح الدين ومع معبر رفح. معبر رفح يقوده جماعة فلسطينية. ايوه. محور فيلادلفيا ممنوع منعا باتا التواجد على الاراضي لهذا المحور من قبل الصهاينة. تمام. هم اقتراحوا طبعا الرئيس الامريكي بايدن بان يبقى فيه 8 نقاط او 8 ابراج مراقبة. مصر رفضت تماما. وانا باكد من خلال على فكره احنا فخورين بمصر انها قويه، رفضت التطبيع، رفضت وجود قواعد عسكريه عندها زي باقي الدول، رفضت انهم يكونوا دي مصر. هذا هو القوي الامين. لو قائد قوي امين زي القائد عبد الفتاح السيسي هو ده اللي بيأكد على ان مصر مستقله، مصر دوله عظمى، مصر راعيها من نفسها. ما سياده. اسف بعد اذنك يا دكتور ايمان، لو كان هذا الحدث تم في عصور سابقه ما كناش نعرف ايه اللي كان ممكن يحدث، وكان ممكن الفلسطينيين، انا بقول كان ممكن، ولكن لما يكون في قياده قويه زي القائد عبد الفتاح السيسي ده مش تطبيل، ده حقيقه، ولازم كله يعي تماما ان هي دي الحقيقه وهو ده الواقع، شاء من شاء وابى من عندنا جيش قوي، يعني احنا مطمئنين ان احنا وشاعرين بالامان طول ما عندنا جيشنا المصري خير وجناد الارض قوي، ورغم كل النيران اللي حوالينا في كل البلدان، لكن يعني جيش في حاله استعداد من ناحيه ومن ناحيه الدبلوماسيه الخارجيه شغاله طول الوقت. قبل ما نخش بقى في يعني عسكريا، ملف لسه في الدبلوماسيه لغايه دلوقتي بيحاولوا تفاوض، يحاولوا تهدئه، يحاولوا سلام، يحاولوا كل ده. لكن والمخابرات طبعا ليها دور عظيم في هذا الموضوع، لكن هم مصرين على الاستفزاز. يعني دكتورة ايمان، القوات المسلحه المصريه مؤكد هي صخره امان وعمود الخيمه لهذه الدوله المصريه وللامه العربيه وللامه الافريقيه. يعني مؤكد ان القوات المسلحه المصريه بفضل الله ثم ما حدث في خلال ال10 سنوات من تحديث وتسليح وتدريب يا رب بفضل الله، ثم القائد عبد الفتاح السيسي بأكدها تاني، شاء من شاء وأبى من أبى، لكنا زماننا في سكة تانية خالص. فده فضل الله، ثم القائد ده نديله حقه. فهو قائد شريف في زمن عز فيه الشرف. ربنا يحفظ مصر يا رب. معنا ايضا خبر اخر، التصعيد يرفع احتمالات توسع الحرب. السيسي ونظيره البلغاري
يؤكد أن أهمية استعادة الأمن بالمنطقة وتعزيز التعاون يؤكدان أهمية استعادة الأمن بالمنطقة وتعزيز التعاون الثنائي. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغاري رومان راديف، وتناول الاتصال مسار التعاون الثنائي المتميز بين البلدين، حيث أكد الرئيسان عزمهم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة ودفع التعاون إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة، بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين وللشعبين الصديقين. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة، حيث استعرض الرئيس مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري. كما أوضح الرئيس أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وبما يدعم مسار السلام في المنطقة وحل الدولتين، محذرا من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة رهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليميا وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة. من جهته ثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة ودور مصر الراسخ كقوة للسلام وللاستقرار إقليمية كبيرة، ومؤكدا حرصه على استمرار التنسيق والتشارك مع الرئيس السيسي بهدف الإسهام في استعادة الأمن والسلم بالمنطقة. طبعا في قلق من كل الناس على ان تتطور الحروب في ظل هذا التصعيد الى حرب اقليميه بالمنطقه، هيدخل كل الدول فيها، وطبعا ده مش هيعدي على انها تبقى اقليميه وبس، اقليميه كل حد عنده خلفائه، وهتقوم داخله روسيا مع ناس وامريكا مع اسرائيل، وهتبقى حرب عالميه. طب دي حاجه خطره جدا، دي شغل لازم يبقى فيه عقل يتحكم في هذا الامر. هو طبعا الاتصال التليفوني من دولة رئيس دولة بلغاريا. دولة بلغاريا طبعا دولة هامة في الاتحاد الأوروبي. العلاقات الثنائية بين الدولتين والشعبين الصديقين بتتطور بفضل الله ثم توجه القيادة السياسية على مدار على مدار العشر أشهر الماضية. شفنا القيادة السياسية بتتحرك في كل الهيئات والمجتمعات الأوروبية والأمريكية وحتى روسيا، بتحاول بتنقذ ما يمكن إنقاذه. بتشير إن هناك خطر على المنطقة، هيبقى لو هناك لا قدر الله حرب في المنطقة هتأثر على كل العالم. هذا الاتصال بيكلل فكرة التنسيق بين الدولتين والتكامل في الطاقة وفي التجارة وفي الاستثمارات القادمة من بلغاريا. تمام. معنا أيضا خبر إيران تسخر من قدرة إسرائيل على الردع. ده حاجة يعني كوميدي. ده كوميدي علقت إيران على رد حزب الله على إسرائيل انتقاما لاغتيال القيادي اللبناني فؤاد شكر الشهر الماضي في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث سخرت وزارة الخارجية الإيرانية من أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وصفته بأنه أصبح شعارا فارغا، وأشارت إلى أن التوازنات الاستراتيجية تغيرت على حساب النظام الصهيوني، مضيفة أن الجيش الإسرائيلي الإرهابي فقد الردع وقوته الهجومية وعليه دفاع ضد الضربات الاستراتيجية، وذلك على حد تعبيرها. ويأتي ذلك بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن رد بلاده على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران حتمي. يعني ده كلام عكس ما بيحصل. يعني انتوا بتقولوا هنعمل وفي رد حتمي واسرائيل جيشها يقهر، ولا بتعملوا حاجه واسرائيل هي بتعمل كل حاجه. يعني كلام لازم يكون مطابق للي بيحصل. دكتور حضرتك في بدايه الخبر قلتي دي كوميدي، يعني فعلا دي موجه كوميدي، يعني ده تصريح كوميدي، ولكن انا متحفظ على تصريح الخارجيه الايرانيه في ان هي بتوصف الكيان الصهيوني بالجيش الذي لا يقهر. لا عفوا، الجيش الذي لا يقهر انكسر في 73 الحمد لله على ايدينا المصريين، على ايدين القوات المسلحه المصريه في حربها المجيده اكتوبر 6 اكتوبر، وحط تحت منها خط دكتوره ايمان 6 اكتوبر 7 اكتوبر. ايوه 6 اكتوبر هو انتصار عظيم للقوات المسلحه المصريه على جيش العدو الصهيوني في 73. أيوة. والحمد لله العالم كله شاهد هذا الانتصار واستردينا سيناء. 7 اكتوبر هو تاريخ
ممنهج وليه رمزية وليه دلالة في ان يحصل هجوم وهجوم معاكس في 7 اكتوبر لمحو ذاكرة الجمع العربي في الانتصار على الصهيونية في 6 اكتوبر عشان نلغي هذا الرقم ويبقى فيه هناك 7 اكتوبر. دي وجهة نظري الشخصية، ولكن هو بعد اذن حضرتك انا متحفظ على كلام الخارجية في ان هذا الجيش لا يقهر. لا يا حبيبي، الجيش الذي لا يقهر ده قهر بالفعل، قهر بالفعل في 73 بالظبط. والقائد عبد الفتاح السيسي قال اللي عملها مرة يقدر يعملها 1000 مرة وكل مرة. يعني طبعا يعني الناس تتكلم على افعالها، هم عملوا ايه يعني ايران يعني، فما يعني الناس اللي بتسخر يقولوا ايران. نحن ننتظر الضربة الانتقامية لمقتل اسماعيل هنية في عقر دار اسرائيل. اصلها بتهدد الجميع يعني في المنطقة، فيعني حد بقى يعني يعمل حاجة مش يكلموا كده. طب ترامب يواجه هاريس باستراتيجية أهبة الاستعداد. كشفت وسائل الإعلام الأمريكية عن استراتيجية جديدة بدأتها حملة المرشح الجمهورية والرئيس السابق دونالد ترامب في تبنيها لمواجهة منافسته الديمقراطية كاميلا هاريس، حيث استعد للسباق الرئاسي بنهج الجميع على أهبة الاستعداد. وتتضمن الاستراتيجية تكثيف جدولة أعماله بشكل أكبر وتحسين مهاراته في المناظرات وتطوير خطة جديدة للعمل في الولايات التي تصوت مبكرا. واعتبرت شبكة CNN الإخبارية أن تبني ترامب استراتيجية جديدة بمثابة اعتراف بأن حملته تواجه صعوبة في التكيف مع المشهد السياسي المتغير بسرعة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق قبل أقل من 4 أشهر من يوم الانتخابات. كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المرشح الجمهوري يخطط لتكثيف حملته العدوانية لصب الماء البارد على الزخم المستمر لهاريس. من جانبه وفي ظل حالة التخبط التي يشهدها المشهد السياسي الأمريكي الراهن، زاد الأمر تعقيدا بسبب تحذير جديد ومرعب أطلقه جو مور أحد المخبرين البارزين في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في كتابه الجديد الذي بعنوان الأردية البيضاء والشارات المكسورة، مثيرا المخاوف من تأثير العنف اليميني المتطرف على انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في نوفمبر القادم وما بعدها. طبعا في بقى هيبقى في مواجهات بين ترامب وهاريس، وترامب دايما للاسف بيعتمد في المناظرات بتاعته مش انه انا هعمل وانا هعمل، لا ده وحش وده عمل وده عمل وده عمل، يعني بدل ما يركز هو هيعمل ايه، لا ده شوفوا ده دي كذا ودي كذا زي ما كان بيعمل قبل كده مع بايدن ومع هيلاري كلينتون مثلا قبل كده لما كانت ده الخبر الثاني في الجزئيه الثانيه لموجه كوميدي. ايوه برضه يعني هو ترامب وهاريس يعني ده الجزء الثاني. كنا الاول بنشوف ترامب بايدن، ولكن طبعا غيروا له كل خطط الانتخابات والاستعداد للانتخابات. انا وجهة نظري دي موجة كوميدي جزء ثاني، ولكن هو ترامب مصر على ان امريكا تدخل من هنا ل4 شهور قادمين في زي ما قال المخبر السري ان ممكن تخش في حرب اهليه. صح، ممكن وهي كمان احتماليه هاريس تبقى رئيسة بقى أكبر من ترامب، وإحنا هنشوف الفترة الجاية هتشهد إيه، وهاريس ماشية على خطى بايدن وأسوأ. دكتورة إيمان، هاريس ترامب الاثنين بيتسابقوا في الولاء لتل أبيب الصهيونية، يعني هو أصبح نتنياهو هو رئيس أمريكا ورئيس تل أبيب. فاحنا يعني ربنا يستر ونشوف الفتره الجايه، والاثنين بيدعموا بشده ان اسرائيل تدافع عن نفسها في الشرق الاوسط، واي حد هيقرب لها احنا هنعمل ده، غير الناتو كمان معاهم. فهنشوف الفتره الجايه هتشهد ايه. معنا ايضا خبر اخر، معرض للسلع طوال العام باسعار مناسبه. في طبعا دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيوجه بضروره العمل على توفير اماكن ثابته طوال العام لعرض السلع باسعار مناسبه على غرار معارض اهل رمضان واهل المدارس. داخلين على المدارس بقى كل سنه وانتم طيبين. موجها وزيره التنميه المحليه بان يتولى المحافظون مسؤوليه تخصيص الاراضي اللازمه لذلك لهذه المعارض يعني، وهو ما رحبت به الوزيره، مشيره الى ان المحافظين سيوفرون الاراضي المطلوبه، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة. جاء ذلك خلال ترأسه أمس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق والأسعار للسلع بحضور جميع الوزارات المتخصصة والمختصة. وبدأ الاجتماع باستعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق والأسعار، وعرضه الدكتور أسامة جوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي أشار خلاله إلى أبرز
نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع التي ترتبط بتوفير الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها، حيث لفتت تلك النتائج إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري، زي المكرونة والزيت أسعارها مستقرة، اللبن المعبأ، الأرز، السكر. عندنا خبر عن السكر لأن قالوا هيتشال من التموين وهو ما اتشالش، ده هنقوله بعدين لسه. وتطرق الدكتور أسامة جوهري أيضا إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السمك واللحوم والدواجن وبيض المائدة والأسمدة الزراعية، وعقب ذلك تناول نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ، وأكد أن في مجموعة من التطبيقات والنظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، من بينها تطبيق جهاز حماية المستهلك. محتاجين فعلا جهاز حماية المستهلك من الأسعار، لأن برضو الفترة اللي فاتت شوية زادت أسعار اللحوم اللي برضو الأسماك. يعني بس هو بيحاولوا يضبطوا السلع الأساسية. هتلاقي المكرونة فعلا والرز والسكر الحاجات دي معقولة يعني مظبوطة يعني. هو الاجتماع ده من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حط ايديه واشار الى المشاكل اللي حاصله في الشارع المصري عامه. والمشاكل دي احنا عشناها على مدار 4-5 شهور سابقين. تفاوت اسعار، في احتكار لبعض السلع، ولكن الحكومه بدات تتحرك وتنزل وتضبط موضوع الاسعار وتوافر السلع في السوق. القرار الخاص بالمعارض الدائمه على مدار السنه ده قرار محترم وفي المناسبات خصوصا زي مثلا داخلين على مدارس، هيبقى في طبعا لازم ناس هتنزل تشتري متطلبات. كان الاول بيبقى موسمي، على رمضان كان موسمي يعني اهلا رمضان. المعارض كانت موسميه، ولكن قرار رئيس الوزراء بيأكد على انه هيبقى طوال العام، وده بيشير الى ان الحكومه الجديده جايه بخطه ممنهجه مقصودها الاول واستهدافها الاول المواطن، ضبط الاسعار والاستثمار والطاقه. واضح جدا من هذا الاجتماع. كان في هذا الاجتماع رئيس الغرفه التجاريه، وكان في رئيس حمايه المستهلك، وكان في بعض الهيئات المعنيه بهذا الشأن بتأكد على ان هو في تنسيق في الشارع دائما، وهيعملوا حاجه اسمها رصد لشكاوى المواطنين لحظه بلحظه. يا ريت. بان لو في هناك اسعار مبالغ فيها بيبقى في ارقام محدده للبلاغ عنها، وطلبوا المحافظين يحددوا اراضي برضو المعارض دي، وبحيث الدنيا تجي في صالح المواطن والمستهلك. احنا بنتفائل خير الايام اللي جايه، لان فعلا الحكومه المشكله الجديده دي بتعني في المقام الاول بمحدود الدخل، بالمواطن المصري عامه محدود الدخل وغير محدود الدخل، والاستثمار والطاقه. ربنا يعينهم، تحديات كتير والزياده السكانيه كبيره والاقتصاد في العالم، يعني ربنا يعين الحكومه الحقيقه يعني ويوفقهم ان شاء الله. عندنا ايضا 1252 فرصه استثماريه بالمحافظات لتشجيع الاستثمار الصناعي واتاحته بشكل ميسر للمستثمرين المصريين والاجانب. بتتوفر هذه الفرص الاستثماريه على مستوى الجمهوريه، وتم طرحها على خريطه مصر الاستثماريه من مختلف الجهات الحكوميه. يعني انا بس هختصر شويه عشان الوقت، فبرضه تحب تعقب على هذا هو 1522 1252 فرصة استثمارية. ده رقم مهول على مستوى محافظات مصر. يعني ده رقم على الخريطة الاستثمارية في مصر، بيأكد ان في انطلاقة استثمارية جديدة في مصر، وفي فكر جديد ان لكل محافظة استثماراتها الخاصة بيها حسب نشأتها وبيئتها وتاريخها. فده شيء بيحصل لأول مرة في مصر، واحنا على مدار 30 سنة سابقة كانت للأسف الشديد هناك خطط في الدرج، ولكن كانت المسألة بتدار بعشوائية. ولكن حاليا في خبرة وفي علم وفي انطلاقة. بيتكلموا على محافظة قنا برضو، وكل المحافظات هيبقى فيها استثمار، وده يا رب خير ان شاء الله. ان شاء الله. معنا ايضا خبر الذكاء الاصطناعي، هو طبعا الحديث اليوم هو الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالألزهايمر في مايا. يعني بيقولوا ان الذكاء الاصطناعي اصبح وسيله للتنبؤ بمرض الخرف او الألزهايمر، بما يساعد قليلا في اكتشاف المرض في وقت مبكر نسبيا، حيث كشفت صحيفه ديلي ميل البريطانيه عن اعتزام العلماء تحليل اكثر من 1,000,000 مسح دماغي باستخدام الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير أداة التنبؤ بمخاطر إصابة الشخص بالخرف. وأوضحت أن باحثين في جامعتي أدنبرا الكندية وداندي الاسكتلندية سيحللون فحوص التصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي للمرضى في اسكتلندا.
والتي تم التقاطها على مدى أكثر من عقد من الزمان كجزء من جهد بحثي عالمي يسمى نيوري، حيث سيتم مسح ما يصل إلى 1.6 مليون أشعة على المخ. ويستخدم الفريق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مطابقة بيانات الصور مع السجلات الصحية المرتبطة بالمرضى للعثور على أنماط يمكن أن تساعد الأطباء في تحديد مخاطر إصابة الشخص بالخرف بشكل أفضل. وفي حين من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون مع الألزهايمر على مستوى العالم 3 مرات تقريبا ليصل إلى 153 مليونا بحلول 2050. الناس كل مدى هتنسى أكتر، هتضيع أكتر. يحذر الباحثون من أن هذا يمثل تهديدا سريعا للنمو لأنظمة الرعاية الصحية والاجتماعية، وتظهر أبحاث أن التكاليف الصحية والاجتماعية المرتبطة بالخرف تتجاوز بالفعل $1 تريليون سنويا. ويهدف العلماء إلى إنشاء أدوات رقمية يمكن لأطباء الأشعة استخدامها عند فحص المرضى لتحديد مخاطر الإصابة بهذا المرض وتشخيص المرض والحالات المرتبطة به في وقت مبكر، وفضلا عن تسريع تطوير علاجات أكثر دقة لهذا المرض. والله دكتورة إيمان، ده يعني إذا كان صح هذا الخبر في مجلة علمية معترف بها، فده كشف طبي مذهل. أيوة. وبنقول مبروك للعالم، لأن طبعا موضوع الزهايمر ده بيورط كل دول العالم، وفي ازدياد زي ما أشاروا في الخبر ان ارقام كارثيه. ولكن يعني هذا الكشف كشف محترم، يعني كشف طبي محترم بنحييهم عليه. طبعا. وبس هو المشكله انه بيزيد مع الوقت كمان، يعني مشكله في الالزهايمر ما اعرفش هل هي برضو الحياه وان الضغوطات بتاعت الحياه والناس برضو، يعني دي برضو تؤثر الحياه التكنولوجيا الجديده. بس كويس ان هم برضو بيستخدموا الذكاء الاصطناعي في كل شيء دلوقتي. وبقى بيسهل كل حاجه جدا جدا. ده المستقبل يعني للاجيال اللي جايه ان شاء الله. في كمان خبر بعثه مصر تتأهب لمنافسات باريس. اكتمال امس وصول بعثه مصر للمشاركه في منافسات دوره الالعاب البارليميه الى العاصمه الفرنسيه باريس، التي تقام في الفتره من 28 أغسطس الجاري حتى 8 سبتمبر المقبل. ويواصل اللاعبون استعداداتهم للمشاركة في الدورة ب 54 لاعبا ولاعبة في 10 رياضات منها. أنا بس عايزة أخلص عشان في عندنا أسئلة كتير والوقت هيخلص، فهنحاول ناخد بس عناوين على الأقل. في عندنا فرص صناعية بمجالات كربونات الكالسيوم ومواد البناء والرخام بالمنيا. بيقول إن لتفعيل وتنفيذ واستغلال المنطقة الصناعية بوادي سريرية بمحافظة المنيا، تتيح الهيئة العامة للتنمية الصناعية فرصا صناعية متميزة بالمنطقة بدافع جدية الحجز 10% من قيمة سعر الأرض بالفرع الرئيسي للهيئة بالتجمع الخامس أو فروعها بالمحافظة. بيتكلموا يعني عن إن في فرص استثمار. حضرتك طبعا الصعيد بقى والمنيا طبعا. طبعا ده احنا اكدنا عليه برضه في خبر دولة رئيس الوزراء بان الحكومة مهتمية جدا بالاستثمار وبالصعيد في القلب منها، وان اللي حاصل حاليا فعلا في استثمارات بتتم، وزي ما شفنا رأس الحكمة وما شابه ذلك من أرض غير صالحة إلى حياة وانطلاقة في استثمارات تدر على الشعب المصري الخير الوفير وزياده فرص. هو بيتكلم ان في تخصيص مصانع في مجالات كربونات الكالسيوم ومواد البناء والرخام والجرانيت ومصانع الطوب الرملي للاستفاده من توافر المواد الحجريه مثل الرمال، الحجر الجيري والزلط، حيث يعتبر حجر الجيري من اعلى خامات جوده على مستوى العالم، والاستفاده من موقع المنطقه المتميز الذي يقع في المسافه المتوسطه لطريق الشيخ فضل راس غارب منطقة خشم رقبة. الخامات دي يا دكتورة ايمان كانت بتصدر خام. لا هو الاستثمارات ناخدها نصنعها عندنا احنا بقى توطين. احنا ده مهم قوي، ثقافه التوطين اللي ارساها وفكر فيها واكد عليها القائد عبد الفتاح السيسي. تمام. توطين الصناعه، توطين الاستثمار، وفي القلب منها برضه توطين الصناعه هو ان انا اجيب شيء من عدم اصنعه في مصر. تمام.
يعني برضو عندنا 2.6 مليار جنيه استثمارات لتوطين صناعة الصوامع في شرق بورسعيد، برضو ده شغل كويس معمول. صوامع التخزين طبعا الحبوب لتوفير وزيادة الساعات التخزينية لتحقيق برنامج عمل مستهدفات الحكومة في مجال توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ورفع مستوياتها. طيب عندنا أيضا الفريق أحمد خليفة يبحث التعاون مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية. التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول تشارلز براون رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية والسلام الوطني لكلا البلدين. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشتركة على ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة خاصة على صعيد الأزمة بقطاع غزة. كما تناول اللقاء سبل دعم علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا الجانبين. وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن تقديره للعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية. احنا أصدقاء الجميع مصر محايدة مع الجميع طالما ما حدش يعني يعتدي علينا بشكل، يعني خلاص احنا محايدين، احنا مع كله يعني. زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية أو رئيس الأركان هي طبعا كان في زيارة سابقة للقائد عبد الفتاح السيسي، التقى بالقائد عبد الفتاح السيسي والتقى بالفريق أول عبد الحميد صقر وزير الدفاع. أيوة. وأخيرا قابل رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة. أيوة. هو بيهني الفريق أحمد خليفة بمنصبه. وهنا بقى العسكرية لما بتتحرك، على فكرة الزيارة دي زيارة مفاجأة. زيارة مفاجأة بعد ما السياسة بقى أنبوب السياسة أصبح فيه سدد، أصبح للعسكرية أن تتحرك وتتكلم. العسكرية بمعناها القوات الأمريكية بتناقش القوات المسلحة المصرية فيما هو حاصل على أرض الواقع كلها، وخاصة وفي القلب منها أحداث فلسطين وغزة. فهذه الزيارة أنا متفائل بها ومطمئن أن بدأ صوت العقل الأمريكي يتحدث. ده شكلا بدأ، يعني تقول لك مش عايزين تصعيد واحنا لكن دايما هي في صف اسرائيل للاسف. هو بعد ما شافوا موقف مصر الصلب في اللاءات، لا لاحتلال فيلادلفيا، لا لوجود قوات احتلال في معبر رفح، فمن الواضح هذه الزيارة ليها اشكال ستظهر ان شاء الله في الايام القادمة. مصر يعني تمارس الدبلوماسية مع الجميع. مصر يعني قوة عظمى دكتورة طبعا، فيعني هيبان طبعا يعني الفترة الجاية. الدولة الفلسطينية السبيل لاستقرار المنطقة. طبعا التطورات الأخيرة أظهرت خصوصا مخاطر التصعيد الإقليمي، أظهر أن كل ما حدث ويحدث من أعمال عنف وتوتر هي عرض لمرض أساسي هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ده اللي بنقوله دايما، وغياب أفق التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأن سياسة العدوان الإسرائيلي المستمرة على الشعب الفلسطيني خاصة ما يحدث في غزة منذ 10 أشهر لن يحقق أي أهداف أو يحقق الأمن في المنطقة. كما أنه يغذي بيئة العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، ده طبعا نفس الكلام اللي قلناه. طيب حوار استراتيجي للتكامل بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمار، ده برضه كويس، تحت عنوان تعزيز التواصل مع مختلف الأعمال والأطراف ذات الصلة من أجل الابتكار والتنمية وبهدف تحقيق رؤية الحكومة لزيادة التكامل بين القطاعين العام والخاص وتوسيع قاعدة الاستثمار في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية. أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي سلسلة من الاجتماعات الحوارية مع ممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتعزيز التنمية الاقتصادية والمستدامة وتأكيد دور القطاع الخاص كشريك رئيسي. ودكتور رانيا المشاط أعلنت وضع قائمة من المشروعات وتعزيز شراكات فنية بناءة وفرص التعاون بين قطاعين القطاع الخاص. من جانبها قالت أيضا دكتور رشا راغب المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب أن رأس المال البشري أعظم الموارد التي تمتلكها الدولة،
وأيضا أضاف جيرمي هوبكنز ممثل منظمة يونيسيف في مصر أن مصر كانت من الدول الرائدة في المنطقة التي تبنت المبادرة الأممية شباب بلد وتركز على التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والتدريب. يعني هو الاتجاه دلوقتي بقى مركز مع القطاع الخاص، وإن يبقى القطاع الخاص مع الحكومة والتدريب والكلام ده كله. أنا هاخد من كلمة الدكتورة رشا راغب في إن هي القوى البشرية هي القوة الأهم أو المعادلة الهامة في الاستثمار والصناعة. تمام. الفكر اللي بيتحرك بيه الدولة المصرية من خلال هذا التصريح، بان لو حضرتك تتذكري القائد عبد الفتاح السيسي قال ان القوى البشريه وعدد السكان هو نعمه مش نقمه، زي ما كان بيتمرر لنا على مدار سنوات سابقه ان انتوا بتزيدوا وان انتوا عدد السكان زياده وهعمل لكم ايه. لكن ممكن نستفاد من هذه الزياده السكانيه. المركز الوطني للتدريب استشعر بان القوى البشريه هي الاهم في المعادله، فبدأ يتحرك في دورات وشفت حضرتك البرنامج الرئاسي البي وتخرج دفعات كتير من شباب تلقى علم حديث، تلقى علم يواكب العصر من خلال المستحدثات في الوظائف الجديدة. وبدأت الانطلاقة متوازية مع الانطلاقة الاستثمارية والبنية التحتية المصرية. تمام. فاحنا بنتفائل خير ان شاء الله خير يا رب. دي جهود كلها كويسه جدا. يعني وزير الماليه مصر تشهد استقرار اقتصادي ونستهدف جذب الاستثمارات الخاصه، برضو في سياق نفس اللي قلناه. عاشور بيقول ربط البرامج الدراسيه باحتياجات قطاعات التنمويه. الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اكد ان الربط بين منظومه التعليم العالي المصريه والحرص على الاستفاده من تبادل الخبرات التعليميه والكوادر البشريه التي تمتلكها الجامعات الحكوميه في دعم الجامعات الجديده الأهلية والتكنولوجية، منوها بالعمل لأن تكون لكل جامعة حكومية ذراع تكنولوجية من خلال إنشاء جامعة تكنولوجية تابعة لها وتأسيس برامج وتخصصات تكنولوجية. يعني هم هيحاولوا بقى يدخلوا الذكاء الاصطناعي والعالم هيتغير خالص. يعني كل اللي فات حاجة واللي جاي عالم آخر، فأنت لازم تدخل التكنولوجي في الجامعات، ده أساسي في التعليم. يعني مع الأخذ في الاعتبار ربط البرامج الدراسية بكل جامعة بالاحتياجات الإقليمية أيضا والتكنولوجية لقطاعات التنمية المختلفة، متطلبات سوق العمل. برضو أنت تدرس حاجة لازم برضو هتطلع تشتغل، فلازم تربط ده بسوق العمل في التعليم نفسه، في التعليم الجامعي يعني. ومتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية. وجاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس الأعلى تعليم التكنولوجي. وأكد أيضا الوزير أن مسار التعليم التكنولوجي يمثل رافدا مهما داخل منظومة التعليم العالي، مشيرا إلى أن الأهمية التي توليها الوزارة لمتابعة العمل بالجامعات التكنولوجية لضمان نجاح هذه التجربة المتميزة وتوفير جامعة تعليمية وتدريبية متكاملة مناظرة لمعايير الجودة العالمية. وتنفيذا لرؤية الدولة في دعم التعليم الفني التكنولوجي، وجه الدكتور عاشور بتعظيم الموارد الذاتية للجامعات التكنولوجية وإدارة أصول الجامعات بأفضل طريقة، وكذا بالاستمرار في عقد الشراكات الدولية التي تسمح بتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية ذات الصلة. لازم نواكب العالم وبنفس السرعة وبنفس التكنولوجي. فده يعني مجهود كويس من وزارة التعليم العالي، وفي وعي كويس جدا بان احنا لازم نكون على نفس المستوى العالمي، ولازم ندخل الكلام ده في التعليم، بان لازم يخرج الطالب بيتخرج يلاقي شغل مناسب، لان الحياة زي ما قلنا هتتغير. هو تأكيدا برضو على كلام السيد وزير التعليم العالي. ايوه دكتور ايمن. لو حضرتك تتذكري قائد عبد الفتاح السيسي في لقاء قال انتوا لما بتدخلوا اولادكم تجاره وحقوق وبترجعوا ما بيشتغلوش فبترجعوا تزعلوا مني. هنا برضو توطين التعليم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي اللي ارسال القائد عبد الفتاح السيسي. بتكلم على البرمجه والذكاء الاصطناعي. وبدا فعلا وزاره التعليم العالي تشتغل على هذا الخط اللي وضعه القائد عبد الفتاح السيسي. احنا بالفعل بدأنا نشتغل منذ سنوات على كليات تكنولوجية مستحدثة، لان هناك وظائف اخرى ومهن اخرى جديدة على المجتمعات عامة وخاصة المجتمعات العربية، منها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وكان القائد عبد الفتاح السيسي ادى مثال مع وزير الاتصالات
ان في كام شاب وشابه بيعملوا في الذكاء الاصطناعي وبيتلقوا كام سالري، رواتب. طبعا. ومنذ هذه اللحظه وعين القياده السياسيه على هذه التكنولوجيا وهذه الكليات التكنولوجيه والذكاء لان يعني احنا بنبص برضه للمستقبل والناس هتشتغل ايه، في وظائف كتير هتنتهي لان هيحل مكانها روبوتات، يعني هيبقى فيه طبعا. انا عايز دكتوره ايمان بس بعد اذنك ان احنا الناس تركز مع التوجه الدولة والتوجه الرئاسي وأسبابه من خلال القائد عبد الفتاح السيسي بالانطلاقة اللي بتحصل للجمهورية الجديدة. احنا بالفعل ان شاء الله في 2030 هنكون في مكان تاني. تعطلنا وليها اسباب عالمية، الحرب الروسية الاوكرانية وكورونا، كل دي اسباب بتعطل شوية ولكن ما بتوقفش الانطلاق. وان شاء الله باذن الله زي ما بقول لحضرتك كده انا متفائل خير. احنا في انطلاق مهما حصل، متفائلين طبعا اكيد مع ربنا ان شاء الله. احنا طبعا وقتنا خلص، بس انا عندي اخبار مهمه هحاول اقول بسرعه حتى بس هحاول اقول بسرعه حتى العناوين. في ختام فعاليات مؤتمر الشؤون الاسلاميه، وده خبر مهم، المشاركون مصر تقود مسيره الخطابه الدينيه المستنير، وده مهم قوي. ان في القاهره امبارح اختتمت فعاليات المؤتمر ال35 للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه، ولا في عقد طبعا تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ناقش المؤتمر دور المراه في بناء الوعي بمشاركه نخبه من وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. وجه المشاركون دعم الرئيس للخطاب الديني المستنير، ومؤكدين ان مصر بتقود مسيره الخطاب الديني المستنير وتجسيد دورها الريادي في العالم الإسلامي، وأن هذا المؤتمر ناقش قضية محورية لكونها تتعلق بدور المرأة في الأسرة والمجتمع، وهناك أدوار متعددة أيضا بتقوم بها المرأة وتتطلب دعم المرأة وتفعيل عمل الواعظات برضه لازم تشتغل مع حتى السيدات على الأقل، يعني لازم برضه مش يبقى واعظ بس، عندنا داعيات إسلاميات، بجانب تكثيف الدورات التدريبية والتأهيلية لتفعيل دور المرأة في المجتمع، باعتبارها بأن ذلك ضمانا لنشر وعي الدين المستنير وتفعيل دور المرأة ومواجهة التحديات. يعني ده كان برضه حاجة بسرعه كده عايزين نقولها. وبيتكلم برضو في خبر تاني، الصحه الارتقاء بخدمات كبار السن ودعم العماله غير المنتظمه، ده برضو خبر كويس. مش عارفه لو عايزك تعلق بس والله. ما انا هعلق بس هو موضوع مؤتمر مهم جدا. طب نعلق على مؤتمر اسلامي. طبعا دلوقتي في مشكله عندنا في الاديان، احنا الناس دلوقتي اما متطرفه يا اما لا دينيه، فاحنا لازم نظبط الاداء، يعني الناس تبقى متدينه بالعقل. وشوفي حضرتك العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر هو دور المرأة. بالظبط. المرأة هي عمود المجتمع، وهي اللي بتربي، وهي اللي بتربي، وهي اللي بتطلع الأجيال. فعنوانه مهم. تمام. يعني برضو هنا الجامعة برضو مجلس الجامعات الخاصة برضو بيقول بتحفز استحداث تخصصات تلبي احتياجات سوق العمل، نفس اللي قلناه، والتواصل ببرامج وظائف المستقبل في الحاسبات والذكاء الاصطناعي والهندسة والتكنولوجيا، كله بيقول نفس الكلام معنا. احنا كان في عندنا خبر حقيقي مهم في بقى مثلا تليجرام، بعد اعتقال مؤسس تليجرام بوادر ازمه دبلوماسيه بين فرنسا وروسيا. طب ده مهم، ده مفيش وقت. يعني طبعا اعتقلوا مؤسس التليجرام، وروسيا على فكره من الناس اللي عايشه على التليجرام من اكتر حاجه. وحصلت ازمه دبلوماسيه بين فرنسا وروسيا بسبب الموضوع ده، ادى اعتقال بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليجرام الذي يضم اكثر من 900 مليون مستخدم من قبل السلطات الفرنسيه الى تأجيج توترات جديده مع موسكو، وذلك بعد ان تم القبض عليه مؤخرا في مطار باريس بتهمة الفشل في التخفيف من إساءة استخدام منصته في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات والاحتيال والتنمر الإلكتروني والترويج للإرهاب. أثار اعتقال دوروف انتقاد المسؤولين الروس، ووصفه البعض بأنه عمل عدائية غير مباشر تجاه روسيا. قالت بقى ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد الماضي لقناة روسيا 24 التلفزيونية أن موسكو ستراقب رد فعل المنظمات الدولية فيما يتصل باعتقال دوروف لمعرفة ما إذا كانت ستكون يقظة بشأن حماية حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير وكده. هو اعتقال طبعا صب في حق الحرية في أوروبا اللي بيتشدقوا بيها، وإن هم عندهم الحريات متسعه، وان هم يعني بيتكلموا على حقوق الانسان. طبعا كلام شعارات وكلام كذب، لانه فعلا اوقفوا مؤسس تليجرام بدون وجه حق. تمام. يعني انا للاسف وقتنا خلص، يعني كنت عايزه اتكلم اكتر، كان معانا اخبار تانية مهمه بس خلاص يعني. بس كان في خبر هنا
لا هو طبعا الحكومه بتنفي الغاء صرف السكر، ده التموين المدعم على البطاقات، ده كان في خبر طلع بانه اتلغى، لا الحكومه بتنفي هذا الكلام. اما تحفيز القطاع الخاص اتكلمنا عنه. خلاص طيب هنحاول بقى نكتفي بهذا القدر النهارده ونكمل المره الجايه لان الوقت الحقيقه انتهى. بس طبعا في نهايه حلقتنا النهارده بنشكر ضيفنا اللي كان معانا ونعقب مع بعض على الاخبار. معانا طبعا ضيفنا الكاتب الصحفي الاستاذ ايمن عز الدين. بشكر حضرتك جدا. اشكرك يا دكتور. شكرا لحضرتك، وبشكركم ايضا مشاهدينا على حسن المتابعه، والى اللقاء مع حلقه جديده وحديث واحداث جديده وبرنامج احداث الساعه.